ناخذ وقت طويل نتحدث على رياض محرز يا حاتم. رياض محرز حقيقة معنا شاهدنا الشوط الثاني مغاير لما شاهدنا في الشوط الأول. احنا تكلمنا بين الشوطين أنا مع الدكتور على أنه لابد أن تفعل الأطراف بشكل جيد، ولما تحرك الأطراف وكذلك السرعة في الإيقاع بالنسبة سيتي صالوا الكرة بشكل سريع لمحرز. شاهدنا كيف تغير سيتي وكيف في دقائق معدودات سجل الهدف الأول والهدف الثاني، بين الهدف الأول والهدف الثاني 3 دقائق. أهداف مبكرة خدمت السيتي بشكل أكيد بدون مشاكل. الفارس كذلك نتكلم على هالاند عاد للتسجيل، وهذا مهم نتكلم على مستوى الثقة بالنسبة للمهاجمين في سيتي. محرز حقيقة يمكن الشوط الأول لم يكن في المستوى العادي، لكن الشوط الثاني كان فعال وكان جيد أكثر من ممتاز. دخول العمق، لاحظ التغيير في طريقة محرز مقارنة بالشوط الأول. الهدف الأول كان راوغ بمعنى أنه اخترق السود، الهدف الثاني كان لعب الواحد هنا في هذا الهدف الثالث بيريسيتش يتحمل فيه نوعا ما من المسؤولية، لكن كذلك أنه محرز مهارة يعني اعتراض الكرة، ترويض الكرة، مراوغة وتسديد في زاوية ضيقة. الأربع أهداف الذي سجلت كان محرز هو سبب رئيسي في الأهداف. ويحسب له منذ عودة الفريق من بعد التوقف المعروف مع الكأس العالم. أفضل لاعب هو رياض محرز، أحسن لاعب ثابت على المستوى هو رياض محرز. نتمنى هو يثبت على هذا المستوى، على المستوى الدوري ومستوى الشامبيونز ليج، وأنا أعتقد سيكون أتمنى لأنه احنا كلنا مشجعين لرياض. لا خليك على أعتقد إيش؟ أنه محرز سيكون هو الهداف. لا أتكلم عن بعد هالاند، سيكون هو أكثر لاعب فعال كما كان دي بروين أكيد يستعد. سيكون محرز من أكثر اللاعبين الرئيسيين في سيتي في هذا الموسم. يعني مستواه سيرتبط، إذا يقل مستواه سيقل مستوى سيتي كما شاهدنا في الشوط الأول. لاحظ جريليش يبقى بنفس الأداء، تحسن قليلا، لكن ارتفع مستوى محرز، ارتفع مستوى سيتي، وهذا مهم للغاية، ونتمنى أن يوصل هذا. هو الأفضل في مباراة اليوم، هو الحل الرئيسي والحل الوحيد بالنسبة للسيتي. اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة جدا، ليس فقط على هذه المباراة، تكلم على سلسلته من ليستر إلى السيتي. هو يمتلك إمكانيات كبيرة جدا، لكن فقط يحتاج إلى المساحة الأكبر ليكون كلاعب أساسي، الثقة التي يمتلكها، المهارة التي يمتلكها، حبه لكرة القدم دائما نشاهده في أرض الملعب. الحل اللي يمتلكه والمهارة التي يمتلكها اليوم في الشوط الثاني كانت عنوان عودة السيتي في المباراة. المباراة كانت صعبة، المباراة كانت مغلقة بالنسبة لفريق توتنهام. لعب مباراة دفاعية ممتازة في الشوط الأول، لم تكن هناك في خطورة، لكن أصبحت الأخطاء ومهارة أيضا محرز أعطت الإضافة الأكبر بالنسبة للعودة. سبب تطور اللاعب من الموسم الماضي حتى هذا الموسم، تطوره لأنه هو يمتلك الإمكانيات، يمتلك الموهبة، لكن عبد الله وضع في مدرب مثل غوارديولا يعمل التدوير دائما على الفريق، ولذلك يفقد اللاعب الاستمرارية في الأداء. دام اللاعب يقدم وأداء رائع جدا، يجب أن يكون مستمر كلاعب أساسي، لا يكون هاجس أنه يكون على دكة الاحتياط أو خارج التشكيلة دائما في ذهن اللاعب، وبالتالي يفقد التركيز. هذه الأمور ذهنية ونفسية بالنسبة للاعب. اليوم محرز في أدائه أعتقد ليس قابل للنقاش بأنه هو يكون اللاعب الأساسي لنهاية الموسم. هو ليس وليد الصدفة نشوف محرز بهذا الأداء. هو لاعب عنده موهبة كبيرة وعنده إمكانيات كبيرة، لكن لم يأخذ فرصته بصورة مستمرة. محرز اليوم يعني من كثر ما هو جميل بأدائه ذكرني في مقولة وإحنا صغار، إنه نلعب في الشارع وإحنا صغار، أحسن لاعب بالهذا دائما هو يكون حارس، دفاع، هجوم، أحسن لاعب يقول أنا حارس دفاع. اليوم محرز هو اللاعب، هو المدافع، هو لو بإمكانيته ممكن يصير الحارس، هو اللي يقطع الكرة، هو يسجل، هو يمرر. لذلك عمل كل شيء، يعني حتى غطى على الأخطاء اللي وقع فيها غوارديولا في الشوط الأول.